مختار، خادم باعدادي. استاذ مرقص مختار، الخادم باعدادي في الكنيسه. امين مدرسه الشمامسه بالكنيسه. سابونا قدسك كنت حاضر يوم الصالة اللي كان فيه الحادث من يومين. قدسك لو تقول لنا بس في الأول كده تفاصيل الحادثة ازاي، وقدسك شفتها ازاي يوم الحادثة؟ انا كنت واقف على المذبح وحصل انفجار، يعني الدنيا كلها فجأة بقت رماد وبقت. بعض الأسئلة اللي اتسألت، هو ابونا كان بيصلي وقتها ايه في المذبح؟ كان قبل التقديس بالظبط، قبل التقديس بالظبط، وفجأة الدنيا زي ما الدنيا انفجار، كل ظلمت الدنيا طبعا، نتيجة الغبار والرماد والبارود والمسامير والبلي والإزاز في كل حتة والمصابين والصراخ. أنا خدت الذبيحة وجريت وأخدناها يعني. سابونا قدسك طبعا زي كل المصريين استمعنا بالامس الكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال ان في ولد هو اللي دخل، الولد الارهابي اللي دخل الكنيسه وفجر نفسه وكان يعني مرتدي حزام ناسف. قدسك تقول لي ايه على هذه الروايه الشبه مؤكده بالفيديو، وتم اعلان كمان الفيديو بالامس؟ احد المصابين هي احدى البنات، كانت واقفه بالظبط كده بتقول لمامتها في واحد شكله وحش يا ماما واقف جنب، جه فجأة وقف جنبنا وهي بتقول كده حدث الانفجار. هي كان لابس حاجة على رأسه، ومجرد ما دخل ماما بتقول ماما ده واحد وقف جنبنا شكله وحش وقف جنبنا، لسه بتقول لها كده وراح حدث الانفجار. ولما نزلت الصورة برضو الشماس اللي هو المرقص مختار أمين مدرسة الشمامسة، بعد ما خلصنا التسبيحة يوم السبت تسبيحة كياه، كانت قرب الساعة 11 كده مساء، أنا كنت مشيت، هو حضر معاه شنطة وقعدوا يتكلموا معاه، فعارفينه كويس، عرفوه كويس. لما شافوا الصورة هو ده اللي كانوا بيتكلموا معاه وعايز يخش الكنيسة، قالوا له احنا قفلنا وخلصنا التسبيحة خلاص. فخد بقى وقال له ممكن، يعني هو قال له ممكن بكرة يعني بيسأل على الصلاة وبيسأل على خدمات الكنيسة أو بيسأل على الكتب، قالوا تحضر بكرة الساعة 10. هو فعلا جه 10. يعني قدسك بتؤكد ان استاذ مرقص هيقول لنا برضو، احكي لنا بقى الواقعة اللي بيقول عليها قدس ابونا دي تاني. انت حضرتك قابلت الارهابي ده يوم السبت، مساء يوم السبت، جه الساعة كام وايه اللي حصل؟ احنا خلصنا صلاة الساعة 10:30، فطلعنا، كانت اول يوم 7:04 بالليل، نص بالليل، خلصنا صلاة 10:30 بالليل. فطلعنا واقفين خلاص الكنيسة بتقفل، وطلعنا واقفين بره، فدخل الولد ده معاه شنطة سودا وبيسأل، هو قال أنا مسلم وعايز أعرف الديانة المسيحية وعايز شوية كتب عنها. قلنا له إحنا ما عندناش مكتبة وما عندناش كتب، عايز تيجي تعالى القدرائية بكرة فيها مكاتب وشوف اللي أنت عايزه. قال لي الساعة كام؟ قلنا له تعالى على الساعة 10 تكون المكاتب فتحت. طب عايز أخش الكنيسة أبص عليها؟ قلنا له لا الكنيسة قفلت مش هتخش. أخد بعضه ومشي في هدوء. طبعا تاني يوم حصل الحادثة اللي حصلت، وكلنا اتلهينا وتوقعنا ان في حد من السيدات شنطته دخلت فيها حاجة، واليوم مشي زي ما مشي. لما حصلت الخارجة وجه الكلام في التلفزيون بتاع رئيس الجمهورية وبعتوا لنا الصورة، اول ما شفنا الصورة تعرفنا عليه، فروحنا النيابة امبارح وقلنا الكلام ده كله. اشكرك جدا. اشكرك جدا. شكرا جزيلا. أشكرك يا بونا. وبالتأكيد كلام مختلف أول مرة يتقال في الإعلام بشكل عام حصري لقناة سي تي في، إن المتهم أو الإرهابي اللي فجر نفسه في الكنيسة هو حضر للكنيسة مساء يوم السبت الساعة 10:30 مساء، وعرف نفسه إن هو شاب مسلم وعايز بعض الكتب المسيحية عشان يتعرف على الديانة المسيحية.
هم قالوا له احنا ما عندناش مكتبه، ولو عايز اي مكتبه ولا حاجه يبقى تعالى الكاتدرائيه الصبح. اجي الساعه كام؟ اجي الساعه 10 الصبح. وكان عايز يشوف الكنيسه بعينيه يوم السبت، لكن هم قالوا له الكنيسه مقفوله. الكلام ده انا بعيده لحضراتكم عشان اكد الكلام بالظبط. ويعني بعد كده هو جه فعلا تاني يوم كانت الساعه 10 الصبح وتم تفجير الكنيسه 10 صباحا. رواية جديدة أول مرة تتقال في الإعلام المسيحي كله، لكن هي بتؤكد بشكل أو بآخر المعلومات اللي أكدها السيد رئيس الجمهورية بالأمس عن وجود شاب فجر نفسه بحزام ناسف. يعني كانت واقعة جديدة وأول مرة نسمعها النهاردة. احنا معاكم من الكنيسة البطرسية. بعد قليل هيتم الصلاة على جثمان إحدى الشهادات هنا بالكنيسة، وهننقل لحضراتكم